ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل مع بعض كيكة الشاتو او الجاتو شاتو. هنحتاج النهاردة معانا كوباية دقيق وكوباية زيت، وهنحتاج كوباية سكر، وهنحتاج كوباية الا ربع لبن وكوباية الا ربع كاكاو، وهنحتاج بيضتين، وهنحتاج معلقة كبيرة فانيليا، وهنحتاج معلقة صغيرة مليانة بيكنج باودر. هنبدأ نحط مكونات الكيكة عندنا يا إما في الخلاط أو محضرة الطعام. هنحط كوباية سكر. السكر يا جماعة يكون حبيباته رفيعة شوية وما يكونش سكر بودرة، لأن سكر البودرة هيغير معايا شكل وقوام الكيكة. يبقى سكر أبيض ناعم. هنحط كوباية وهنضيف عليه اللبن وهنضربهم كويس قوي في الخلاط. كده ضربنا اللبن والسكر واتأكدنا كويس قوي ان السكر داب في الخليط بتاعي. هبتدي اضيف الزيت وارجع اضربه تاني كويس قوي. انا عايزة السكر يختفي تماما يدوب، مش عايزاه يبان ابدا عشان الصوص بتاعي ما يبقاش محبب ويديني نتيجة حلوة. هنا ضربنا الزيت مع اللبن والسكر واداني قوام جميل جدا، مش باين ان فيه سكر خالص. يبقى هبتدي اضيف عليه الكاكاو واضربه برضو كويس قوي عشان يختلط ويديني نتيجة كويسة. بعد ما ضربت الكاكاو مع الخليط بتاعي اداني صوص رائع وقوامه جميل جدا. السر في كده ان انتوا تضربوا السكر كويس جدا في الاول مع اللبن ومع الزيت. قبل ما اضيف باقي مكونات الكيك هشيل عندي كوباية من صوص الشوكولاتة عشان احطها على الصينية بعد ما تستوي. باقي الخليط اللي في الخلاط هضيف عليه 2 بيضة وعليهم معلقة كبيرة فانيليا بودر أو سايلة، وهضربهم كويس قوي في الخلاط. وهبتدي أضيف الدقيق والبيكنج باودر. قلنا كوباية دقيق عليها معلقة صغيرة مليانة بيكنج باودر، وهضربهم برضو مع الخليط في الخلاط أو في محضرة الطعام، وهضربهم كويس قوي قوي. وبعدين هجيب صينية. الصينية دي اللي أنا جبتها مقاس 26، هدهنها كويس قوي أو أبطنها بورق زبدة، وهحط فيها الخليط على درجة حرارة 180 درجة، ربع ساعة أو 20 دقيقة، وهبقى مسخنة الفرن قبلها. طلعتها لكم سخنة عشان اوريها لكم. بجد هي مش محتاجة لا صوص ولا تزويق ولا اي حاجة. كيكة شوكولاتة ناجحة جدا وهشة جدا وجميلة بجد، يعني شكلها وطعمها كمان لما تجربوها يعجبكم جدا. هنا حطيتها في صينية تقديم وهبتدي أرص عليها، أسيبها بس تهدى شوية وبعدين أرص عليها الصوص وأزينها بأي حاجة عندي. هنا فضيت كوباية صوص الشوكولاتة عليها، ويفضل بعد الخطوة دي ان انا اسيبها تسقع شوية او تبرد او احطها مثلا في التلاجة ربع ساعة كده تجمد بس شوية، وبعدين ابقى زينها عشان يبقى التزيين مظبوط. انا ما قدرتش استنى عليها صراحة. حبيت النهاردة أعملها معاكم بشكل مختلف غير المتعودين عليه اللي هو الجاتوه شاتوه، تبقى شكل الجاتوه. حبيت نعملها على شكل تورتة. هتنفع قوي معاكي في أي عيد ميلاد أو في أي مناسبة هتقدميها لضيوفك. شكلها وطعمها تحفة بجد، وفي نفس الوقت أسعار التورت بقت فظيعة فشكلها حلو قوي. جربوها هتعجبكم إن شاء الله، وقولولي عملتوا ايه في التعليقات وطلعت معاكم ازاي. ولو ليكوا أي آراء أو أي وصفات حابين نعملها الفترة الجاية تابعوني واكتبوا لي وابعتوا لي وانا هعملها ان شاء الله. وما تنسوش لايك وكومنت وسبسكرايب وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل الفيديوهات اللي جاية. اشوفكم على خير وبحبكم.